الماتش دي اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني في صالحنا، عشان انت ممكن تواجه الحاجات دي، فاهم؟ فتبقى اتعودت، يعني تبقى انت عارف انت عاوز ايه من الماتش، ولما تجيب جون انت تحافظ عليه، اثبت ان لو دخل في الجون تبقى انت عندك قدره انك تعوض. الحاجات دي كلها انت ممكن تقابلها في الماتش، فطبعا بنحمد ربنا ونشكر ربنا على الحاجات دي ان هي جات لك عشان تعرف مباراه زي الشرقيه عملوا برضه معانا جيم من الدور الاول، لكن زي ما قلت لك يعني انا مبسوط، يعني وجهه نظري انا مبسوط اللي حصل في الماتش ده، عشان زي ما قلت لك جبت لنا دفعه، لو جبت جول تقدر تحافظ عليه، وغير كده نتعلم من الفرص اللي ضاعت دي. لو كنا سهلنا على نفسنا الشوط الاول يطلع 3-4 كنت تلعب الشوط الثاني وانت مرتاح جدا يعني. طيب شايف الفرص دي بقى يعني نبدا نحافظ عليها، لان عندنا المباراه بتاعت سان جورج ممكن يبقى فيها فرص قليله جدا. هي دي اللي مش هيجيلك كميه الفرص دي، لان الملعب مش كويس، هيبقى طبعا جماهير كتير، مباراه افريقيه، هم باعتقادهم ان هم عاملين نتيجه ايجابيه، فبالنسبه لهم دي ممكن ان شاء الله تبقى دافع لينا، ان هم يقول لك اعتمدوا على النتيجه بتاعتهم زي ما بيقولوا بعد الناس. فاحنا ان شاء الله باذن الله هدفنا ان احنا باذن الله نحاول نجيب جون في اول مباراه، هيدينا دفعه كويسه ومعنويات عاليه طلب منهم، فالموضوع هيبقى ان شاء الله يعني ده اللي هنقدر ان شاء الله نتكلم مع اللعيبه لك رساله لازم نسجلها نستغلها. ده اللي انا اتكلمته مع اللعيبه في التسخين. قلت لهم ناخد المباراه دي بروفا سان جورج، احنا مطلوب مننا ان احنا نجيب جول في سان جورج، مطلوب مننا النهارده ان احنا اول ربع ساعه ان شاء الله لازم نجيب جول، وده اللي كان باين يعني اول ربع ساعه وبعدين 3 اجوال، يعني كل كابتن احمد دي في اول 10 ثواني كان ممكن تسهل علينا الماتش اكتر، لكن الحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب، بس هي الفرصه اللي بتضيع دي لازم ان شاء الله نتعلم منها، وخاصة برضو عشان ما يبقاش في صعوبات زي اللي حصلت دي، وقبل كده واجهنا برضو في ماتش سان جورج وماتش الشرطة، الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله هنتكلم ان شاء الله.